واخيرا نعلن رسميا عن بدايه شغلنا في الباقات. احنا يا جماعه الباقات هنشتغل بيها. في ناس كتير جدا جدا عارفاني ومش عارفه ان انا شغال باي نظام ولا شغال باي طريقه. انا بشتغل بنظام الكوست بلس، وده كل الناس عارفاه، وهشتغل ان شاء الله بدايه من الفيديو ده بنظام الباقات. حقيقه الواقع يعني احنا اوريدي شطبنا شقق على نظام الباقات، ودي اول بصراحه في شقق شغاله بالتوازي، بس دي اول شقه تتسلم على نظام الباقات. اللي انتوا شايفينه وهتشوفوه في الفيديو بالكامل ده نظام باقات. انا هتمشى في الشقه بالكامل وهشرح تفاصيل نظام الباقات بند ورا بند، وانا بتمشى عشان الاثنين يكونوا في قدام عينيك، وانت كعميل بتقارن او بتشوف الدنيا ماشيه ازاي. دي شقه في اكتوبر في كومباوند باديه 240 متر، شغالين على نظام الباقه اللكشري. نظام الباقه اللكشري دي اعلى نظام باقه عندنا، وبغض النظر عن الاسماء لان الاسماء لا تدل على الباقات بشكل كبير. يعني اهم حاجه المحتوى الباقه نفسها. وانا هنا مش هتكلم على الباقه دي فيها بنود ايه والباقه دي فيها بنود ايه. انتوا شايفين الشغل اللي موجود هو ده اللي كان في الباقه. طيب رقم واحد ده ريسبشن، وده مدخل الباب، وده تكاليد وجيبسون بورد والسجاد والحاجات دي كلها انا مش هتكلم عنها. انا هتكلم على مميزات الباقه بتاعه عبد الرحمن بكر ديزاينز. ومميزات الباقه بتاعه عبد الرحمن بكر ديزاينز، اول حاجه احنا حلناها في موضوع الباقه ان احنا ما عادش عندنا حاجه او ما فيش حاجه عندنا اسمها باقه ما فيش فيها سباكه، تشطيب سباكه. ما فيش حاجه اسمها عندنا باقه ما فيش فيها بند من بنود التشطيب. يعني ما تتخيلش كده ان حضرتك وانت جاي تتعاقد معايا على باقات ان انت هتيجي في وقت من الاوقات نقول لك اصلا ما فيش شبابيك، اصلا ما فيش احواض، اصلا ما فيش مش عارف ايه، اصلا ما فيش لا. الباقات بتاعتنا بالسجاد، الباقات بتاعتنا بالاباليك، الباقات بتاعتنا بالطابلوهات، الباقات بتاعتنا شامله كل حاجه. فده اول بند، واللي انا حاولت لما انا ابدا بنظام الباقات اكافير كل مشاكل السوق. كل مشاكل السوق لازم اكافيرها قبل ما ابدا بشغل الباقات. طيب ايه تاني يا باشمهندس عبد الرحمن عملته عشان تشتغل وتبدا في نظام الباقات؟ نظام الباقات حلو جدا للعميل وحلو جدا لشركه التشطيبات، وهو بيرجع لنظام الباكج ونظام المقايسه. هو مستحدث من نظام المقايسه شويه او طالع من نظام المقايسه اللي هو المقايسه الفيكسد يعني، ولكن ماليش دعوه بنظام المقايسه الفيكسد دلوقتي خالص. انا بتكلم على نظام الباقه. الباقه اللي مشهوره عند الناس كلها والناس كلها عارفاه، ده شغل الباقه. وتاني حاجه عايز اتكلم فيها احنا في الباقات بتاعتنا ان احنا بنشتغل بنفس كواليتي المقاولين. يعني انا كنت شغال كوست بلس بقالي 7 سنين، ولما جيت افكر ان انا اشتغل في نظام الباقات ما قلتش لا انا هبتدي اجيب بقى مقاولين تانيين عشان اكسب اكتر او عشان اقلل في تكلفه الباقه عليا كشركه واكسب اكتر. مفيش الكلام ده. انا شغال تاني حاجه مميزه عندنا ومش موجوده عند حد بفضل الله، ان المقاولين بتوعنا بيعملوا كواليتي على اعلى مستوى في الكوست بلس. عشان قبل كده انا كنت شغال في الكوست بلس، فانا مش هاممني بقى العميل كده كده هو اللي هيدفع، ومقابل ان العميل اللي هو اللي هيدفع بديله كواليتي عاليه جدا. بحافظ على فلوسه طبعا. ده احنا مش هنتكلم في اساسيات يا جماعه. يعني احنا مش هنتكلم في اساسيات. مش هقول لك انا امين، مش هقول لك انا حريص، مش هقول لك انا ابن ناس قوي، مش هتكلم في الكلام ده خالص. انا بتكلم في نقاط موجوده، لا في يعني النقاط دي فيها مشاكل في السوق انا بحاول احلها بس مش اكتر. طيب ايه تاني يا باشمهندس؟ الخامات. الخامات انا ما عنديش مخزن خامات. ازاي يا باشمهندس تفتح باقات وانت ما عندكش مخزن خامات؟ انا ما عنديش مخزن خامات. طب ليه يا باشمهندس انت فاتح باقات وما عندكش مخزن للخامات؟ ما عنديش مخزن للخامات عشان ما الزمش العميل بتاعي بخامه معينه واكسب فيها. عشان يوم ما العميل يختار معايا تصميم مختلف في نظام الباقات، وده نقطه هتكلم فيها قدام. احنا كده بنتكلم في النقطه الثالثه. احنا اتكلمنا ان احنا الباقات شامله كل شيء، اتكلمنا في ان الباقات فيها اعلى مستوى من المقاولين، اتكلمنا في الباقات ان فيها اعلى خامات، وما عنديش مخازن. انا ما عنديش مخازن. والحاجه المهمه في موضوع المخازن ان انا مش هجبرك، انا بعمل ديزاين تصميم، ودي النقطه الرابعه اللي احنا هنتكلم فيها. انا ما عنديش مخزن عشان انا بدخل العميل على التصميم والديزاين الاول.
العميل بيدخل معاه في مرحله التصميم. طب ازاي يا باشمهندس باقات وفي تصميم 3 دي؟ انا عندي نظام باقات مستحدث. انا بالنسبه لي بعمل نظام باقات خاص بيا، ما بعملش شغل بكبيره من حد. لا، انا بعمل نظام باقات خاص بيا انا. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني العميل هيجي لي، هعمل له معاينه، هدخله يختار نوع الباقه. بعد ما يختار نوع الباقه انا هبتدي ان انا ادخله على تصميم ال 3 دي، وبعد ما ادخله على تصميم ال 3 دي هبتدي ان انا اعدل على الباقه لو في حاجه بره الباقه. طب لو مفيش، وده احنا حاولنا نعمله زي ما انت قلت من شويه ان كل الباقه بتكون مكفيره كل شيء، خلاص يبقى انت الباقه اللي انت اخترتها انا حطيتها لك في تصميم 3 دي عشان اظبط لك الوانها واظبط لك الوظيفه بتاعتها ومساحات التخزين ومساحات الحركه وكل التفاصيل. ده حمام في باقه لاكشري عادي جدا. طب الحمام ده هل هو متكرر عندي في الوحدات؟ مستحيل. هل انا شغلي بيتكرر؟ مستحيل. اتحدى اي حد يدخل اي شغل عندي على البيت ويجيب لي حمام زي ده. مستحيل تلاقي حاجه متكرره عندي نهائي. ليه؟ لان انا بشتغل في شغل انا بحبه. انا بحب الشغل وبحب ابدع فيه وبحب اطلع شغل كويس ومحترم ويفيد العميل. طيب يبقى احنا اتكلمنا ان الباقات شامله كل البنود، اتكلمنا ان الباقات فيها اعلى مقاولين موجودين لان هم اوريدي الطقم بتاعه ما اقدرش اغيره بتاع الكوست بلس. فبعد كده النقطه الثالثه والمميزه واللي مش موجوده في جميع شركات مصر بفضل الله والله العظيم اقسم بالله ما بتنطط. انا ما بتنططش يا جماعه. انا الناس عارفاني ان انا كده دغري. عندي نقاط ضعف هقول، عندي نقاط قوه هقول. فانا عندي الخامات مش مخزن عشان ما اجبرش العميل على بند معين او براند معين. وانا اساسا يا جماعه بشتغل ببراندات معينه من الاخر. اهو ده سر من اسراري بقى. انا بشتغل ببراندات معينه. يعني ايه براندات معينه؟ يعني انا عندي براند كهرباء في التشطيب مثلا، مش عايز اقول عشان ما اسوقش لحد مش حبا للخير لحد، لا عشان تفاصيل كده خاصه يعني. فبراند معين معروف مشهور بشتغل بيه واقفل الباب على كده. طيب ازاي يا باشمهندس بتغير وبتنوع في الديزاين؟ لا، ما هو انا البراند نفسه بيبقى فيه فرايتي كتير، وممكن اشتغل ببراند تاني بس يبقى بنفس الكواليتي. فانا بالنسبه لي في براندات معينه ثابته بشتغل بيها في كل البنود. طيب يبقى دي الحاجه الرابعه اللي انا بقول لك عليها، ان انا بدخلك على تصميم 3 دي. يعني كل الشغل ده مش متكرر. هتيجي تقول انا عايز حاجه زيها اقول لك اوكي مفيش مشكله، ولكن انا بعمل الباقه مخصصه للعميل نفسه بعد تصميم 3 دي. دي الحاجه الرابعه. الحاجه الخامسه عندي في نظام الباقات ان انا مش بسيب العميل عند مرحله معينه. يعني ايه؟ يعني انا مش هاجي اشطب لك واقول لك لا مش هعمل لك الفرش. طب انا عندي مصنع فرش والناس كلها عارفه الكلام ده. عندي مصنع فرش لازم احطه في الباقه. فعملت باقه فرش، باقه اسمها باقه فرنيتشر، بتاخدها مع الشقه بتاعتك زي الباقه اللي هنا دي. انا مش هقول اسعار لان ممكن اسعار الفيديو ده ممكن الاسعار تتغير بعدها، لكن تقدر تكلمنا على اي ارقام تواصل ونقدر احنا نحط لك نقول لك نبعت لك الباكج بتاع الباقات. فالحاجه الخامسه اللي عندي الحمد لله المميزه واللي حاولت اغيرها واللي حاولت ان انا ما امشيش على نمط السوق وامشي على مشاكل السوق، لان سمعه الباقات سمعتها وحشه وبالتالي حاولت اعدل واغير، هي باقه الفرنيتشر. باقه الفرنيتشر باقه ثابته بتاخدها على التشطيب بتاعك زي كده، زي ما العميل هنا خد باقه تشطيب وخد باقه فرنيتشر استلم شغله زي ما انتم شايفين. انا بتمشى في الشقه معاكم ومن غير ما اشرح حاجه، انتوا شايفين الكواليتي الشغل وشايفين الشغل والناس اللي فاهمه انا بتكلم في ايه. فانا فضل الله داخل كده على النقطه السادسه، بفضل الله الكواليتي الشغل. واكتر حاجه مخليها سمعه الباقات مش حلوه كواليتي الشغل. انا بقى عملت الاثنين، كسبت الاثنين. عملت لك باقات فيها كواليتي شغل عاليه جدا. دي الحاجه السادسه اللي مش موجوده في اي باقات مصر. انا مش بتكلم على فروقات اسعار، ولا بتكلم على ان انا عندي باقات اقل من سعر الناس، ولا بتكلم ان انا عندي باقات يعني ببيع لك كلمتين. لا، انا بديك 6 مميزات مش موجودين في باقات مصر، واتحدى اي حد من تاريخ الفيديو ده يبقى يجيب لي ال6 مميزات دول موجودين في اي باقه. مش موجودين، انا بقول لك مش موجودين. فانا اشتغلت على الباقات ان هي تكفر المشاكل اللي مخليه الباقات سمعتها وحشه، وبالتالي اعمل باقات سمعتها حلوه بس. الشقه يا جماعه انتوا شفتوها وانا بتمشى فيها،
ده نظام الباقه اللكشري، وفي كذا واحده الحمد لله تعاقدنا عليها داخليا مش علنيا، يعني العميل لما بيجي لنا بنقعد نشرح له كده فبيتعاقد الحمد لله. ودي اول باقه، والفتره الجايه كل شقه هنزلها هقول دي على باقه ايه، تسهيلا للناس. وربنا يوفقكم ويوفقنا، وربنا يكتب لك الخير ويكتب لي الخير. وطبعا يا جماعه انا مش بقطع رزق حد، لان طبعا الارزاق دي كده كده متقسمه ومتوزعه واحنا اسباب لبعض. ولكن لازم اللي يكون عندك مميزات معينه او ربنا كرمك في شيء معين لازم توضحه للناس عشان تقدر تبيع يعني. يا رب اكون خفيف عليكم ومش تقيل، وبشكر كل الناس وشكرا لكم.